محمد رمضان واحمد العوضي من يسير على خطى الاخر. قالوا ان مع غياب محمد رمضان في الشعبي طلع احمد العوضي ونجح. رايك ايه؟ والله انا رايي انه ده كلام مش مظبوط. اول حاجه زي ما قلت لك في اول الحلقه خالص، دي ارزاق. تمام. يعني غياب محمد رمضان عن الدراما يمكن عمل جاب معينه في منطقه الشعبيه. هو اخر مسلسل ليه كان جعفر العمدة في 23 مثلا. ومع ذلك ظهور العوضي بيعمل مجهود جامد جدا على نفسه. يعني عامل مجهود رهيب على نفسه، بسم الله ما شاء الله، وعلى جسمه وعلى أدائه. فالسوق عندنا يتحمل وجود محمد رمضان والعوضي في نفس السيزون، وهينافسوا بعض. وعندنا نجوم تانيين بيلعبوا في نفس المنطقة. يعني محمد إمام عامل مسلسل السنة دي إن شاء الله يكسر الدنيا. مسلسل الكينج. فقصدي أقول لك إنه ما تقدريش تعرفي مين ماشي على خطى مين، لأن ده سوق. ولما بتلاقي نوع معين من ماتيريال شغال وبيجيب مع الناس، فهتلاقي كذا نجم بيتوجه لهذا النوع وبيحاول يقدمه. زي الاغاني بالظبط. الاغاني بيبقى ليها ترند كده معين، الترند ده شغال كويس اليومين دول مع الناس، تلاقي كل المطربين عايزين يعملوا نفس الستايل دوت. فبالنسبه للتمثيل هو نفس الشيء، الشعبي واكل مع الناس. ايوه، بس برضو الناس كانت بتحب محمد رمضان في الشعبي، فلما جاب شويه احمد العوضي طلع، فابتدوا الناس ان هم يتفرجوا عليه او لقوا بديل لمحمد رمضان. هم يا ترى الناس اتجوزوا محمد رمضان؟ لا، هم ما اتجوزوش، بس هو طيب نجح في الشعب. طيب ولو حتى هو اثناء نجاح محمد رمضان وطلع العوضي وقدم ماتيريال كويسه، هيحصل ايه؟ الناس هتتفرج. بالظبط. ما هو ده كلامي او ده سؤالي. الكليشيهات بتاعت الناس ان هو عشان رمضان ابتعد شويه صغيرين فده طلع، ده كليشيهات.